بكل صراحة نفسي آكل إنسان بس برضاه ومش غصب عنه. أهلا وسهلا فيك يا عزيزي بألمانيا، وتحديدا بسنة 2001 شخص ألماني اسمه ميفيس نزل إعلان على الإنترنت بيحكي فيه بدي آكل إنسان بس يكون برضاه. وطبعا صاحبنا ما توقع إنه حدا يرد على الإعلان، بس المصيبة إنه في حدا رد. واحد اسمه براندس حكاله أنا موافق بس عندي شرط واحد، بنبدأ بأكل العضو الذكري. فعليا يا عزيزي براندس بيسافر لعند ميفيس، وميفيس زلمة ما عنده مزح أبدا. قطعوا العضو وتخيل يا عزيزي إنهم بشوه وبوكلوه مع بعض، بس الطعم بيطلع مقرف ومقزز. وللأسف براندس بيبدأ ينزف، بيجي ميفيس بيمسكه وبحطه بالبانيو لحتى يتصفى دمه. براندس المسكين بيموت، وبيجي ميفيس بقطع براندس وبفرزه بالفريزر، وكل ما حس حاله جاع بيجي وبيطلع قطعة من براندس بشويها وبوكلها. وطبعا القصة هاي كلها مصورة بالفيديو، ولما اكتشفت الشرطة هاي القصة انحبس صاحبنا ميفيس مؤبد، وخربت اللحمة بالفريزر. ولا تنسانا من اللايك والمتابعة.